السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا لاباس في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في الفيديو هذا غادي نجاوب على بعض الناس اللي كيكتبوا لي في التعاليق كيقول خويا شوف لي هذا الحساب ديال الادسنس، وبزاف منهم ديال الناس انهم كيصيفطوا لي التعاليق وكيصيفطوا لي الحسابات ديالهم كيقول خويا شوف لي هذا الحساب ديال الادسنس واش تقفل ولا ما تقفلش. ولكن الخوت ما تخافوا حتى شي حاجه، وغادي ان شاء الله اليوم غادي نوريكم الشرح وغادي نوريكم الطريقه اللي كتوقع لبعض الناس في الحسابات ديالهم على الادسنس. كاين بعض الناس انهم كيتخلعوا، كاين بعض الناس انه كيحبس كيتوقف من الفيديوهات، ما كيبقاش يحط الفيديوهات، كيسحب له بان الحساب ديالو ديال الادسنس راه تقفل. ولكن كاين بعض المرات ان الحساب انك كدير فيه بعض الاخطاء، ولا كتبقى دير تبادل الاشتراكات، ولا كتخدم ببعض التطبيقات، يقدر احتمال انه يتسد لك الحساب ديالك الادسنس وما تبقاش انك كتربح منه. ولكن هذا الخطا اللي غادي نوريكم في الادسنس غالبا بزاف ديال الناس انهم كيسولوني في التعاليق وكيصيفطوا الحسابات ديالهم، كندخل ليه كنلقاه انه مشكل بسيط. بلا ما تخافوا الخوت، غادي نوريكم الطريقه، ولكن خصكم انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى للاخر باش تفهموا الشرح، باش تفهموا الطريقه الصحيحه، ما تخافوا حتى شي حاجه. المهم الخوت، الناس اللي كيدخلوا اول مره القناه ومازال ما دايرش اشتراك، دير اخويا اشتراك، ديري اختي اشتراك. اي سؤال بالنسبه للمحتوى التقني كتبوا لنا في التعاليق، الحمد لله كنجاوب كلشي. المهم ما نطولش عليكم، نمشيو نبداو الشرح. السلام عليكم. اول حاجه الخوت هو اننا كندخلوا للمتصفح ديال جوجل هكا. من بعد ما كندخلوا هكا كتختار الحساب ديال الجيميل اللي حاليا انت داخل به ديال ادسنس. كنشوفوا هكا كنختاروا الجيميل ديال الادسنس. من بعد الخوت شنو كنديروا؟ هذا هو الجيميل ديال ادسنس. هنا كتدخل كتكتب تسجيل الدخول، تسجيل الدخول للادسنس، ها هو يعني كطلع هادي كتضغط عليها هكا. هنا من بعد هنا فين كيوقع لكم الغلط الخوت، هنا انا غادي نوريكم الطريقه. غادي ندخلوا هنا وغادي تشوفوا الطريقه اللي كتطلع لكم يعني في الحسابات ديالكم. هذا هو الشيء اللي كيطلع لكم على الادسنس. هنا شنو كاتب لك؟ الادسنس حسابك على الادسنس مغلوق. ها هي حسابك على الادسنس مغلوق. هنا في الناس انهم كيخافوا كيسحبوا ان الحساب ديالو تسد وان الحساب ديالو ما بقاش خدام، وبزاف ديال الناس انهم كيتشكاو من الطريقه. كاين بعض واحد الناس بعدا اللي كيسولوا وكيكتب لك في التعاليق وداكشي، راه مزيان انك كدير واحد المجهود وكنوريو كتفتح المشكل. كاين بعض الناس انه شنو كيجي كيشوف حسابك على الادسنس مغلق صافي كيحبس الفيديوهات، ما كيبقاش يحط الفيديوهات، صافي كيحبس القناه، صافي كيبقى يقول لك القناه ديالي مشات، صافي الادسنس تحبس ما بقاش خدام. هذا هو الحل. ومني كتكون شي حاجه بالنسبه للادسنس ولا القناه ولا بزاف ديال الحوايج كيكون اللون بالاحمر، كتكون القضيه خطيره. هانتوما كتشوفوا هنا اول حاجه ما كتفتح الادسنس كتلقى حسابك على الادسنس مغلوق. ودائما الخوت اي واحد كننصحو لا طاح في شي مشكل بحال هذا المشكل يكتب لنا في التعاليق ولا يسولنا باش حنا كنوريو الطريقه، ماشي انك تسمح في القناه ولا تسمح في الادسنس وتقول ما بقى ربح ما بقى والو. المهم ها هي حسابك على الادسنس مغلق. يمكنك إعادة تفعيل حسابك على الأدسنس عندئذ. ها هي وعندئذ سنفحص حسابك لمعرفة ما لديك يلزم به، واردة في سياسة برنامج أدسنس. انتقل إلى الدفعات للوصول إلى معلوماتك الدفع الخاص بحسابك القادم. كاين بعض الناس أنهم كيضغط على هاد إعادة تفعيل الحساب، وكاين بعض الناس انهم ما كيقدرش انه ما كيقدرش انه يغامر بالحساب ديالو على الادسنس. يعني انك الا ضغطت عليها راه عادي انك غادي تدخل الادسنس ديالك، غادي تدخل الحساب ديال الادسنس ديالك عادي، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن من الاحسن انك ما تبقاش تدخل بهذه الطريقه هذه. انا غادي نوريكم الطريقه. كتدخل الادسنس كيعطيك الادسنس ديالك هكا، كتدخل الادسنس يعني عادي كيدخلك الادسنس، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن الا بقيتي كل مره كتدخل بهذه الطريقه كل مره كتدخل بهذه الطريقه كنصحك انك تقدر تطيح في شي مشكل. من الاحسن انك ما تبقاوش انكم تدخلوا بهذه الطريقه الادسنس ديالكم. انا غادي نوريكم الطريقه الصحيحه. كتخرج من الادسنس، يعني كتدخل لجوجل هكا. من بعد انك ما كتختار الحساب ديالك الجيميل ديال الادسنس، كتكتب هنايا تسجيل الدخول ادسنس. هانتوما كتشوفوا هنا ما كتضغطوش على هادي. الا بقيتو كل مره كتضغطوا عليها وكتدخلوا الادسنس من هنا احتمال ان يوقع لك شي مشكل في الادسنس. دائما انك خلي الرابط الاول وخلي الرابط الثاني وهبط. هذه هي كسب الارباح باستخدام ميزات تحقيق الربح
من المواقع الإلكترونية. ها هي، يعني هذه هي اللي خصك أنك تضغط عليه، وركزوا معايا مزيان باش نوريكم الطريقة باش كتعطيك الحساب بحال ديال الكمبيوتر. كتضغط عليه هكا، من بعد كتعطينا هاد الواجهة. هنا ما كدير حتى شي حاجة. شنو كدير؟ كتجي لهاد 3 نقيطات هادو اللي هنا الفوق، دائما ديروا هاد القضية اللي كنوريكم، ضغط عليهم وهبط لهادي هي، هبط لهادي هي ديال الموقع مصمم للكمبيوتر. يعني كدير الهاتف بحال الكمبيوتر. وهاد الشيء هذا راه هاد المشكل هذا اللي كيطلع لكم نتوما راه كيطلع غير صحاب اللي كيخدموا بالتليفون بالهاتف فقط. اما صحاب اللي كيخدموا بالكمبيوتر راه ما كيطلع لهمش هاد المشكل ديال الادسنس. كتضغط هنا على هاد العلامه هادي، ها هي صافي. هنا شنو دابا كيعطيك؟ كتمشي لهنا فوق تسجيل الدخول. ها هي تسجيل الدخول، ما ديروش البدء، ديروا تسجيل الدخول. كدير تسجيل الدخول، هذه احسن طريقه. من بعد انك ملي كيعطيك هاد الحسابات هادو، كيعطيني انا بزاف ديال الحسابات، يعني انا كاينه بزاف ديال الجيميلات. كتختار الجيميل اللي فاتح به الادسنس، كتضغط عليه، يعني كيديك دابا كيدخلك الادسنس مباشره. وهذه هي الطريقه الصحيحه. انتم كتشوفوها الادسنس يعني هو هذا، يعني الطريقه راه سهله. وهذه هي الطريقه باش انكم تبقاو تخدموا، ما تبقاوش انكم تغامروا وتدخلوا بهذيك الطريقه. يعني هذه هي الطريقه اللي وريتكم، هذه هي الطريقه الصحيحه اللي صحيحه 100%. وبالنسبه للناس اللي مثلا اللي كيبغيو مثلا انهم يدير الادسنس ينزلوا، دخل انك البلاي ستور ونزل الادسنس وبقى تدخل ليه. ولكن هذه هي احسن طريقه كنعطيكم انا، هي هذه. وبالنسبه لبعض الناس انهم كيسولوا كيقولك الادسنس ديالي ما بقاوش فيه الاشهارات، ما بقاش يعني الاشهارات ما بقاوش كيطلعوا لي في الفيديوهات ديالي، واش وقع لي شي مشكل ولا ما وقعليش؟ حاولوا ما امكن الخوت انكم ما تبقاوش انكم دائما كتدخلوا الفيديوهات ديالكم نتوما بنفسكم. راه اليوتيوب كتراقب بزاف ديال الناس، وتما احتمال انه يتسد لك الحساب ديالك. راه تما فين كيتسدوا الحسابات، كتبقى انت كل مره داخل كل مره داخل خارج، كل مره داخل كتدخل الفيديوهات ديالك، كتبقى تتفرج بنفس الويفي اللي حطيتي به. تما فين كيمشي لك الادسنس ديالك، وكتبقى دير تبادل الاشتراكات. الخوت دائما انني كنصحكم ما ديروش تبادل الاشتراكات، وما تخدموش بالتطبيقات. التطبيقات راهم خطر بزاف على الادسنس. الادسنس راه كترد البال، يعني راه كترد البال بزاف. المشاهدات منين جايه كتعرف واش جايه من خلال التطبيق ولا من خلال التبادلات. كتصدق انت انك خاسر القناه ديالك وضارب تماره بزاف، وفي الاخير ان القناه ديالك كترفض لك، كيمشي لك كلشي. الادسنس فرمشت عين انه كيمشي، وكتصدق نتايا خاسر. داكشي علاش الخوت الله يرحم والديه ركزوا دائما على الفيديوهات، صوروهم ديالكم. ما تحط حتى فيديو ديال شي واحد تجيبو من شي موقع وتحطو عندك. بالنسبه للادسنس خدم على راسك، كل نهار حط فيديو ولا كل نهار 2 فيديوهات، ولكن ما تخدمش تبادل الاشتراكات ولا التطبيقات باش ما تطيحوش في هذا المشكل. هذا هو الشيء اللي كان الخوت. الناس اللي وصلت لهنا مازال ما دايرش اشتراك، دير اشتراك اخويا، دير يا اختي اشتراك. واي واحد عنده شي تعليق بالنسبه للمحتوى التقني كتبوا لنا، مرحبا بكم. الحمد لله كنجاوب كل شيء. وبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش حتى شي واحد انهم يطيح في هذا المشكل، وما تخافوا والو. السلام عليكم.